تخيل كده تنام وتصحى تلاقي معاك فلوس لا حصر لها، هتعمل بها ايه؟ الحقيقة ان الفلوس هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحسن من جودة حياتك المادية والمعنوية. كلنا بنحب الفلوس وبنسعى للحصول عليها بشكل او باخر، ولكن للاسف يا صاحبي مش كلنا بنحصل عليها، بالعكس ده تقريبا اغلبنا فقير. سنة 2022 مؤسسة اوكسفام نشرت تقريرها السنوي لتوزيع الثروة، اللي ذكرت فيه ان اغنى 10 رجال في العالم ثروتهم زادت بمقدار اكتر من الضعف، زيادة بمعدل $15,000 في الثانية الواحدة. انت متخيل؟ عايزين نعمل ألوفات، عايزين عيشة من نضيفة، عايز صاحب المضيفة. جابرييلا بوشيه المديرة التنفيذية لأوكسفام بتقول إن ال10 دول لو خسروا 99.99% من ثروتهم هيفضلوا من أغنى 100 رجل في العالم، ولو فاكر إن ده جديد على البشرية فالحقيقة إنه لأ. سنة 2018 في التقرير السنوي ليهم قالوا إن أغنى 26 رجل في العالم ثروتهم بتعادل نص ثروة سكان الكوكب. ولكن يا صديقي ما تيأس وخلي عندك أمل، المؤسسة دي بتقول إن في ملياردير جديد بيظهر كل 30 ساعة. شفت؟ يعني ممكن تكون انت الملياردير اللي جاي كمان 30 ساعه. لو رجعنا ورا شويه لسنه 1987 العالم كان فيه حوالي 140 ملياردير، النهارده في 2022 العالم فيه حوالي 2640 ملياردير. ودي دنيا بتظلم ناس. الحقيقه ان الزياده السكانيه مش هي بس العامل الوحيد اللي خلى عدد الاغنياء يزيد، لكن التكنولوجيا كان لها دور مهم في الموضوع. زمان علشان تبقى صاحب املاك وفلوس كنت محتاج راس مال كبير علشان تقدر تبدا مشاريعك، ده لان اغلبها متعلقه بامور ماديه، فكل ما كان راس مالك اكبر كل ما كان فرصه لابنك يكون اغنى. بالمقارنه بالاول فدلوقتي سهل تكون ملياردير. عندك مثلا مارك زوكربيرج، بيل جيتس، ايلون ماسك، مشاريع قايمه على البرمجه، يعني تقريبا ما احتاجتش راس مال خالص. التكنولوجيا خلقت سوق جديد وكسرت الحاجز اللي كان بيننا وبين الثروه، بقى سهل انك تكون صاحب بيزنس حتى لو البيزنس ده ملوش مكان، بقى سهل انك توصل للناس من غير فروع. العلاقات والتعليم بقوا من ضمن راس المال. العالم بقى قريه صغيره فعلا. طب احنا ليه مش معاهم؟ في الحقيقه يا صديقي الكادح احنا مش هناك عشان اللي بنعمله في الشمس ونصرفه في الطراوه، بنحاول نثبت نفسنا ان احنا هناك زي الهامستر كده وهو بيلف في الدايره. مجهود جبار مبذول ولكنه في نفس المكان. انا مش بقولك ما تتبسطش، لا، كافئ نفسك ولكن بالعقل، ما تحرقش في نفسك وفلوسك وطاقتك في مكان مش في مكانها. النظام العالمي الحالي فرض علينا معايير للمثاليه، بقينا مقتنعين ان دي الحاجات اللي هتبسطنا وان ده الصح. اغلبنا بقى استهلاكي بشكل مخيف وهو مش محتاج لده. انت مش محتاج تثبت حاجه لحد. صور الانستا وستوريز الجيم والاكل والخروجات مش هي المعيار انك مبسوط او انك عايش حياتك. الدوامه اللي اتحطينا فيها دي هي سبب انك كل يوم بتشتغل وكل شهر بتدخل مبلغ يمكن اكتر من الشهر اللي قبله، ولكنك برضه مش بتغني، مش مدي لعقلك الفرصه انه يفكر في مشروع، على الرغم ان راس المال ما بقاش معقد زي زمان. مش مدي لجسمك الراحه الكافيه علشان تقدر تكمل في شغلك، مش مدي لنفسيتك البيئه المناسبه علشان تقدر تشتغل او تنتج. معايير اتحطت واقتنعنا بيها وبقت هي المقياس باننا مبسوطين او لا، وعلى اساسه اتحولت لشخص بتشتغل عشان يبقى معاك فلوس لشخص استهلاكي. الله، مش هبقى غني؟ لا مش هتبقى غني. طول ما انت استهلاكي مش هتبقى غني. طب اعمل ايه؟ حوش. طب انا مش هتبسط بحياتي؟ مش هتتبسط بحياتك. التحويش عمره ما كان بيوصل، الصرف هو اللي بيوصل، ولكن صدقني هتنبسط بعدين. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه وتعمل فولو على الانستجرام، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.